يا دكتور دي حاجة تانية برضو بقى. دي سؤال حلو جدا. ده يعني فكرة الجير. انا كنت على البيزك بقى. كنت فاكرة انه احنا احساسنا لو مكان الفراغ او مكان الجير انه في فراغ، بس هو تقريبا ده مكان الجير، بس بيبان من بره ما اعرفش. طبعا على حسب شكل اسنانها. بس احنا بس في سؤال سألته مهم جدا، هو اللثة الجير كل 6 شهور الجير بيأثر على ايه؟ يعني انا لو سبته هيحصل ايه؟ لا مشكلة خطيرة جدا. إيه بقى؟ اولا الجير ده تجمع بقايا اكل. تمام. بيعمل ريحة طبعا وحشة كلنا أكيد. تقريبا بنعرفها. عدم شيلها بيؤدي ان الجير يبتدي ياكل في جزء من اللثه او يهبطه او يحصل له حاجه اسمها ريسيجن، ينزله لتحت، ينزل اللثه فالجذور تبان. الجذور تبان، تعمل حساسيه فظيعه. فدي حاجه ما ينفعش ان انت تعمليها. بتكهرب يا دكتور جدا جدا لو سبتيها. مش بالنسبه بقى للشق الثاني من السؤال، ان انا لما بشيل جير الاسنان بحس بخشونه. هو حضرتك هي مش خشونه، هو لسانك، لسان اللي عملها متعود على الجير وهو موجود، الملمس الناعم اللي مغطي الفراغات. تمام. فلما بيحصل ان هو بيشيل الجير بيبتدي يحس بالكونفكس العاديه اللي هو الدوران الطبيعي للاسنان، بيحس ان في خشونه، وده تقريبا اللسان بيتعود عليه في خلال 5 أو 7 ايام بالكتير، وخلاص بياخد على كده. بالنسبه بقى لو هي في الفراغ اللي باين ده الفراغات دي بقى لازم حد يشوفها يعرف الفراغات دي هل هي فراغات بسبب اسنانها متباعده فتحتاج تعمل تركيبات تقفلها او تقويم يقفلها، ولا ده شكل طبيعي، او زي ما قلت لحضرتك تقهقر في اللثه نزل لتحت فادى ان الاجزاء دي بتبتدي تبان، الاجزاء الرفيعه من الجذور هي اللي بتبان، الجذور تبتدي تبان. طيب سريعا، احنا فاضل لنا تقريبا دقيقه ونص يا دكتور، يعني الوقت الفقره عدى بسرعه جدا. خليني اروح سريعا بقى. احنا خلاص عرفنا الاسناب اللي بتتشال وبتتركب دي سهله وكل الاعبار وبسيطه ما فيهاش اي حاجه. روح بقى لزراعه الاسنان اللي هو برضو في تطور هائل الحقيقه في مصر. صحيح. برضو وعندنا اطباء يعني كويسين جدا بيجي لنا من كل الاماكن الناس تتعالج عندنا. صحيح. زراعه الاسنان دي امتى ومين اللي يلجأ لها؟ كل واحد ما عندوش سنين، اي واحد خلع ضرس او سنه لازم يتوجه، ايا كان العمر يا دكتور، ايا كان العمر وايا كان المرض، حتى لو عنده سكر، لو عنده مشاكل حساسيه، اللي ممكن تمنعني فقط ان هو بعد ما يعمل حاجه اسمها اشعه اسمها CBCT او اشعه ثلاثيه الابعاد، ممكن ما الاقيش عظم. ليها حل، ليها حل ان انا بحط له عظم وابتدي اسيبه، بس بتاخد وقت شويه 3 ل 6 شهور يبتدي العظم يتكون، ابتدي احط الزرعه جوه العظم وتبقى ما فيش مشاكل. بس ده حل مثالي وحل اول في فقد الاسنان، ده لازم يتعمل حتى لو الشخص ده كبير عنده 60 70 سنه. ملوش علاقه. عاوز اقول لحضرتك ان في ناس كتير بتفقد الامل في التركيبات المتحركه. صحيح. خاصه في الفك اللي فوق او اللي تحت، ومزعج بالنسبه لناس كتير، بتعمل له احراجات كمان في الكلام، في الشكل، في ان هو بيحس دايما هي ممكن تطلع في بقه. في حل بسيط وتكلفته جميله جدا جدا ومناسبه للعمر ايا كان عمره، ما دام العظم موجود بنحط حاجه زي الزرعه او الغرسه. وطبعا اسامي كتير بتقول لي المسمار يعني هو طبعا مسمى غلط بس لازم اقوله. بنحط غرستين ل4 في اماكن سيف جدا، في الجزء اللي تحت، الفك اللي تحت او الفك اللي فوق، وبالتالي ابتدي احط عليه التركيبه المتحركه اثبتها. التركيبه المتحركه التركيبه المتحركه اللي فوق زي فكره اللي بنسميه الكوبري او البريدج اللي بنركبه في السنان يا دكتور، ولا دي حاجه مختلفه؟ الكوبري والبريدج بيحتاج سنان موجوده طبيعيه عشان اعتمد عليها. هنا ما فيش اسنان، حد ما عندوش خالص سنان في بقه وبيفقد الامل ويفتكر ان التركيبه دي، فانا حطيت له الدعامات دي وركبت المتحرك عليه، التركيبه المتحركه اسمها اوفر دنشر. التركيبه المتحركه وثبتها على غرسات الاسنان. تمام. ودي بتقعد معاه وبياكل عليها، بيطلع من عندي بياكل. دي احلى حاجه في الموضوع، ان هو بيطلع من عندي بعد ما احط الغرستين او ال4 بيطلع من عندي وما تسببلوش التهابات في اللثه او حاجه. تماما بالعكس، هو عدم تحرك التركيبه المتحركه لما بتبقى فوق هي اللي بتسبب التهابات وبتعمل قرح كتير. صحيح. ودي اكتر شكوى بتجيلي طبعا في العياده. انما لما بحط له الغرسه هي بتبقى ثباتها جاي من حاجه ثابته، فطول ما هي في بقه هي ثابته. ومجرد ان هو مره او 2 في الاسبوع بيخش التويليت يبتدي ينظفها، ينظف اللثه عنده بمضمضه ايا كانت يعني، ويرجع تاني التركيبه ومحدش عارف ان في حاجه في بقه تماما. طيب